ولما بدأ يكشف عليا بصراحة ما كنتش على بعضي خالص. حركاته ولمساته ودتني في عالم تاني، وهو كمان أخد باله من اللي أنا فيه. وفجأة لقيت وشه احمر بقى زي الطماطماية. أصل هو بيضاني فأي حاجة بتبان عليه. أصل واضح قوي إنه شاف حاجة حلوة قوي مش متعود إنه يشوف زيها، بالرغم يعني إنه ياما بيشوف وبيمر عليه. أنا شيماء، عندي 25 سنة، عروسة جديدة، متجوزة بقالي 6 شهور بس. جوازي كان جواز تقليدي مش عن حب. أنا من قرية في الصعيد، وطبعا أكيد انتوا عارفين أغلبية الأماكن اللي زي دي يعني مش بيبقى عن حب وكده، يعني بيبقوا جيران عارفين جيران أو عيلة اتقدمت لعيلة. لكن الحب والكلام ده لأ، مش عندنا وما نعرفوش. المهم اتجوزت، وانا بقى اتجوزت في بيت عيلة. اكيد انتوا عارفين البيوت في الصعيد عاملة ازاي، يعني ما ينفعش البنت يكون ليها شقة كده مستقلة، نادرا قوي يعني اما ده بيحصل. لكن انا اتجوزت في بيت العيلة، اهلي واهله على قد حالهم، يعني ناس طيبين. علشان كده لما تقدم لي جوزي محدش اتكلم ولا قال له حاجة، ولا انا كمان اهلي اتكلموا معايا في حاجة. المهم الموضوع تم والجوازة خلصت واتجوزنا. وانا بصراحة مش هقدر اقولكوا عن تجربتي في موضوع الجواز ده، ويمكن المشكلة الوحيدة اللي انا قابلتها ان انا متجوزة في بيت عيلة. من اول ما اتجوزت وحماتي مش سايباني، كل شوية فلانة خلفت، فلانة حملت من اول شهر، ما نفسكيش في حاجة؟ نفسك مش هفاكي على حاجة تاكليها؟ يا بنتي ردي عليا، مش بتتوحمي؟ وانا اقول لها يا حماتي لا، لسه بدري، لسه بدري علينا قوي. قالت لي لسه بدري ايه؟ ده انتوا بقالكوا 6 شهور متجوزين، وكأننا بقالنا 6 سنين. كنتش عارفة اعمل ايه معاها، افهمها ازاي ان الواحدة تبتدي تدور على الخلفة بعد سنة ولا سنتين، مش عروسة لسه بقالها 6 شهور. وبقى كل ما واحدة تتجوز ويعدي شهرين وتحمل تيجي تقولي، زي ما تكون بتعايرني باللي بتحمل واللي بتولد. المهم في يوم لقيتها جاية تقولي، بقولك ايه، انا بقى عندي ليكي خبر هيفرحك قوي. قلت لها خير يا حماتي؟ قالت لي في دكتور مش بعيد، بعدينا ب3 شوارع بس، عايزاكي تروحي له وتكشفي وتشوفي يا بنتي المشكلة منين. قلت لها يا حماتي انتي خلاص خلتيها مشكلة ولازم اروح ادور لها على حل. يا حماتي يا حماتي مش هينفع. قالت لي ليه بقى؟ قلت لها لسه بدري، اصلا انا يا جماعة يعني جوزي مش معايا على طول، يعني ده بيجي يومين بس في الاسبوع، وده بسبب ظروف شغله، لان جوزي شغال في مدينة بعيدة عن الحتة اللي احنا فيها. علشان كده يعني لما بيجي بتحصل العلاقة. وكمان هو ملوش في الموضوع قد كده، يعني الموضوع مش بيطلبه باستمرار، اكنه يعني واحد زهقان من الموضوع، فين وفين اما بيطلب. طب تعرفوا ده ساعات بينزل اجازة ويمشي وموضوع العلاقة ده ما يحصلش، وساعات ما بيجي اجازة بيكون عندي ظروف وبرضه ما بيحصلش. فيعني عادي، انا بالنسبة لي كان الموضوع عادي قوي، ويحصل او ما يحصلش مش بايديا. ما كنتش عارفة بقى افهمها الموضوع ده ازاي. واخر ما زهقت قلت انا هقول لامي اشتكي لها من حماتي، ما هو مش كل يوم والتاني تيجي تقولي حاجة زي كده. ولما رحت لامي لقيت امي بتقولي نفس الكلام، وتقولي يا بنتي ده انا كنت هجيلك واقولك نروح نكشف ونشوف المشكلة من ايه. بصيت لها كده مش عارفة اقول لها ايه، يعني طيب ارد عليهم اقول لهم ايه؟ قلت لهم خلاص، طالما انتوا شايفين كده يبقى دي وجهة نظركم، انتوا حرين، هنفذ كلامكم بقى واللي انتوا عايزينه. وانا قلت لنفسي في يوم كده يبقى مواريش حاجة ومخلصة شغل البيت، اروح اشوف الدكتور
اللي هما بيقولوا عليه ده. وكويس قوي ان هو بعدينا بكام شارع، فرق بيننا وبين العيادة بتاعته 3 شوارع بس، يعني اروح واجي كده من غير مركب مواصلات ولا حاجة. المهم رحت حجزت، وبعد كده روحت البيت وقلت ارتاح لحد ما يجي ميعاد الدور بتاعي، اصل انا كنت اخر واحدة في الكشف. وبعد ما روحت قلت لحماتي تيجي معايا، لكن هي قالت لي لا يا بنتي، واسيب البيت كده لوحده ما ينفعش، روح انتي، ولو ينفع تكلم اختك ولا حد يجيلك ماشي. قلت يعني بيني وبينكو كده الموضوع مش مستاهل، ده انا فرق بيني وبين الدكتور ده 3 شوارع، اتمشى كده واروح. وفعلا رحت. لكن الكارثة لما رحت، بصراحة طول ما انا قاعدة هناك افكر ان هو دكتور يعني كبير في السن، راجل 50 60 سنة كده. فضلت قاعدة والستات تطلع وتخرج، وبصراحة بيشكروا فيه قوي، ويقولوا ان مفيش واحدة جت عنده وعندها مشكلة في الخلفة الا وربنا كرمها على ايديه. بصراحة انا كنت رايحاله عشان حاجة تانية برضو، وقلت اهو بالمرة اشوف موضوع الخلفة ده، لان انا يعني اثناء العلاقة دي وما بتحصل يعني بحس بألم كده وببقى مش على بعضي. فقلت بقى اما اروح اكشف على الموضوع ده، واهو بالمرة اشوف موضوع الخلفة. علشان كده ما حبيتش يعني ان انا اخد حد معايا، علشان ابقى في راحتي كده واخدة راحتي في الكلام واقول كل اللي انا عايزاه للدكتور، علشان برضو محدش يعرف اللي هو هيقولهولي. افرض قالي ان عندي مشكلة، ابقى ساعتها اعرف اتصرف، ما انا لسه رايحة ومش عارفة اي حاجة. واول ما دخلت اوضة الكشف لقيته شاب، ما كنتش مصدقة نفسي من الصدمة. طب وبعدين هقعد معاه ازاي وهقول له ايه؟ وبعدين معاكي يا حماتي، الله يجازيك انتي السبب، هو يعني ابنك كان توم كروز، ما هو يعني راجل على قده وخلاص. واول ما ابتدى يكشف بصراحة ما كنتش على بعضي، نظراته ولمساته ودتني في حتة تانية، وهو كمان اخد باله من تصرفاتي. وفي الوقت ده لقيت وشه اتغير واحمر بقى زي الطماطمايه، ما هو برضو ابيضاني وزي القمر، شاب ما اقولكوش عليه عامل ازاي. بصراحة انا اتهبلت بجماله، مش قادرة اوصف لكم ولا احكي لكم، مهما قلت مش هعرف اوصف لكم اللي انا شفته. يا ريتكم كنتوا شفتوه معايا، كنتوا هتفهموا قصدي واللي انا بقوله. لكن هو برضو معذور، واضح كده انه شاف حاجة حلوة مش متعود يشوفها، مع انه ياما بيقابل وياما بيعدي عليه. المهم بعد ما خلص كشف كتب لي على تحاليل اعملها، وقال لي التحاليل دي ضروري تعملها لي وترجعي لي بيها بعد اسبوع. وفعلا عملت التحليل بعد ما نزلت من عنده، وكنت مستنية اروح له تاني في الميعاد اللي قال لي عليه على احر من الجمر. اصل انا كنت خلاص حطيته بقى في دماغي ومش هسيبه مهما حصل. ما كنتش عارفة فيه ايه، بس كل اللي كنت عارفاه ان انا مش قادرة احوش نفسي عنه، ولا حتى من التفكير فيه، ولا من الكشف اللي كشفه، مش قادر يخرج من بالي ولا من تفكيري. وكل ما ارجع تاني افتكر حالتي كانت عاملة ازاي وقت الكشف. هقول لكم ايه ولا ايه. واخيرا جه الميعاد ورحت علشان يعيد عليا تاني الكشف ويشوف التحاليل. لكن المرة دي الموضوع كان مختلف عن اول مرة تماما، حاجة فوق الخيال. هحكي لكم ما تستعجلوش. كنت اجرأ بكتير من المرة الاولى، وعارفة كويس قوي انا عارفة ايه، وكمان عايزة اوصل لايه. واللي لبسته المرة دي كان يجنن، وبصراحة اللي انا توقعته لقيته. ويومها هو كمان ما كانش على بعضه، ويمكن اكتر مني، لدرجة ان انا قبل ما ادخله الكشف اول ما عرف ان انا موجودة برا، وده من الكاميرات اللي بتبقى موجودة عنده، خلاني انا اخر واحدة في الكشف. ده غير كمان ان انا برضو كنت عاملة حسابي
وكنت رايحة آخر واحدة علشان أتأخر وأدخله يبقى مفيش حد غيري، وساعتها ناخد راحتنا. وهو لما لقى موضوع الكشف هيطول، ساعتها ندى على الممرضة وقال لها روحي انتي، أنا هخلص الحالة اللي معايا وهمشي. في الوقت ده أنا فرحت قوي، قلت بس أيوة يا بت، كده كده بقى فرصتك جاتلك. واليوم ده قضيت أجمل 3 ساعات في حياتي. بصراحة طلع دكتور بصحيح، لو مش بس كده ده دكتور في كل حاجة. واليوم ده أنا ممشيتش من هناك غير لما خدت كل اللي أنا عايزاه، وخرجت وأنا راضية وشبعانة، والموضوع مش في دماغي أصلا، لأني كان خلاص أنا عيني اتملت بيه. وفي اليوم ده اتفقنا ان انا هجيله كل فترة علشان نكرر موضوع الكشف ده. اصل طبعا هو انا هلاقي كشف احلى من كده؟ وبقيت كل ما يهفني الشوق اتصل بيه واقوله ان انا هجيلك النهاردة، يقولي طب اتصلي بالعيادة واحجزي علشان ابقى عامل حسابي. وفعلا لما اتصل واحجز اقول للممرضة خليني انا اخر الدور، لان انا بصراحة ما بقدرش اجي اقعد في العيادة واستنى اللي داخل واللي طالع. انا عايزة اجي ادخل اكشف على طول، وانا كده كده بيتي قريب منك، ده انا الشارع اللي وراكي. فعلشان كده الممرضة ما كانتش بتشك في اي حاجة. وفضلنا على كده لحد بعد فترة بقيت اما اكلمه يقولي لا، ما تجيش غير لما الكل اللي في العيادة يمشي، حتى الممرضة يمشيها، وبعد كده اروح له انا على رواقة علشان نقعد براحتنا ومفيش اي ازعاج يزعجنا. وبصراحة ده كان اجمل وقت بقضيه في العيادة. هو كان اكتر واحد عارف ايه الحاجة اللي بتبسطني وبيعملها من غير ما اتكلم واشرح، مش زي الموكوس التاني اللي مش عارف اي حاجة في اي حاجة. لو قال ايه امه فاكراه ياما هنا وياما هناك، وعايزاه يخلف من اول شهر. طب ازاي بس خليني ساكتة وما اتكلمش؟ اصل انا لو اتكلمت هضايقه قوي بكلامي. وطبعا حماتي كان على قلبها زي العسل، وكانت مبسوطة قوي قوي ان انا بتابع وبروح للدكتور. حتى لما كان جوزي بيتضايق مني لاني كان بيصادف ايام بيكون جاي من الشغل فيها وانا اروح للدكتور، كان ساعات يتخانق معايا ويقولي ما تروحيش انا جاي، لكن حماتي تقوله لا ما تروحش ايه، ده انا اللي قايله لها تروح. بقولك ايه، سيبها هي تروح للدكتور وانا اعمل لك كل اللي انت عايزه، اكلك وشربك وهدومك وكل حاجة، بس سيبها هي تروح للدكتور. يعني حماتي هي اللي كانت بتظبط لي الطريق زي ما بيقولوا، هي كانت بتخليني اروح. لا وايه، ده ساعات كمان كنت باخد منها فلوس علشان اشتري حاجات جديدة اجيبها يعني واروح بيها. وكل مرة اقول لها انا عايزة فلوس عشان الدكتور طالب مني تحاليل واشاعات وحاجات من دي كتير، وهي كانت طبعا مبسوطة وتديني حتى لو طلبت ايه بتديني اللي انا عايزاه. وكل ده طبعا عشان اجيب لها الواد اللي نفسها فيه، ما هي اصلا اللي ودتني عنده عشان اتابع معاه. علشان كده الموضوع كان جاي على هواها وكانت مبسوطة قوي. وانا كمان قلت لها ان هو لما كشف عليا لقى فعلا في مشكلة تمنع الحمل، علشان كده يا حماتي طلب مني ان انا اتابع معاه وبيديني علاج امشي عليه. قالت لي يا حبيبتي روحي واعملي كل اللي يقولك عليه. بقولك ايه، لو الدكتور عايزك تروحي له كل يوم روحي له، كل يوم ايه ده كل ساعة. وانا طبعا الموضوع معجبة بيه جدا ومبسوطة، ما هي اللي طلبت مني. وفعلا بقيت اروح كل ما بقى محتاجة للموضوع الكشف ده اروح. لكن المشكلة ان بعد 3 شهور ابتديت احس بشوية تعب، ولما في مرة رحت له قلت له فعلا عن التعب اللي انا بحس بيه. وفي الوقت ده عمل لي كده تيست بتاع الحمل ده،
وعرفت ان انا حامل. كنتش عارفة اعمل ايه. قلت له طب وبعدين هنعمل ايه؟ قال لي يعني ايه هنعمل ايه؟ طب ما انتي اهلك اصلا واهل جوزك مستنين الخبر ده. قلت له ايوه، بس انا وانت عارفين ده هيبقى ابن مين. قال لي يا حبيبتي بس ومين هيعرف؟ انتي خليكي زي ما انتي وتفضلي كده معايا، وبعد كده محدش هيعرف حاجة. بصراحة ما عرفتش اعمل ايه، خصوصا ان انا سمعت كلامه. واول ما عرفت الخبر رحت لحماتي وقلت لها، وهي بلغت جوزي واهلي وقالت لكل الاهل بتوعنا، يعني اهلنا وصحابنا ومعارفنا وجيراننا، والناس كلها عرفت. ومن ساعتها وانا طبعا ما كنتش عارفة اعمل ايه. يعني هي قالت لكل معارفنا، هقول لهم بعد كده ازاي؟ هقول لهم ازاي ان انا نزلته؟ وانا فكرت في كده فعلا، لكن طبعا قلت ممكن مثلا اوقع نفسي من على سلم ولا حاجة، ولا اعمل اي حاجة في نفسي علشان الموضوع ده يعدي. لكن برضو ما عرفتش اعمل كده. تقدروا تقولوا كده نفسي ما هنتش عليا. وانا من اليوم ده وانا مش عارفة اعمل ايه. انا عارفة اني غلطت غلط كبير. لو تشوفوا فرحة جوزي، انا عارفة ان انا ما كانش ينفع اعمل كده، بس اهو ده اللي حصل. وانا دلوقتي جيت لكم وانا في مشكلة كبيرة قوي قوي، مشكلة مش عارفة حتى احلها ازاي، ولا عارفة ممكن تخلص على ايه. بصراحة تقدروا تقولوا كده مخي وقف عن التفكير. ايوه، مش لاقي اي حل، ولا عارفة هعمل ايه، ولا هتصرف ازاي. ولو انتوا مكاني اصلا كنتوا هتنصحوني هعمل ايه في اللي انا فيه. انا بجد هتجنن من كتر التفكير، وعارفة ان انا وقعت نفسي في مشكلة كبيرة، وما بقتش عارفة ده عيب مين. انا الغلطانة ولا حماتي من كتر زنها عليا وعايزة الولد بأي طريقة؟ مش مهم ازاي، المهم يجي الولد وخلاص. حتى سابوني اروح لوحدي، ما كانش في حد معايا، ولا حتى جوزي كان بيقولي كلمة عدلة ولا كلمة حلوة زي ما اي راجل بيحب مراته يقولها لها. يا جماعة ده احنا نعتبر لسه عرايس جداد. انما طبعا جوزي ما عندوش الكلام ده. مفيش حاجة اسمها عروسة ولا مش عروسة، خلاص طالما عدى اول اسبوع جواز يبقى انا قدمت وراحت عليا، وما بقاش في حاجة اسمها عروسة. انا فعلا ندمانة قوي على اللي حصل مني ده، غير كمان الذنب اللي انا حاسة بيه. كل ما الوقت بيعدي والبيبي بيكبر بحس ان انا شايلة ذنب، ومش عارفة ممكن اخلص ازاي ولا اعمل ايه. انا حقيقي من كتر التفكير مش عارفة حتى انام. ايوه صدقوني مش عارفة انام، لكن مفيش حاجة في ايدي اعملها. علشان كده انا النهاردة بعد ما تعبت من التفكير وخلاص يئست، وخصوصا بقى ان انا ما بقتش بتابع مع الدكتور ده، بالرغم ان حماتي برضو رجعت تزن تاني عليا عشان اروح له واتابع معاه الحمل، لكن انا كنت برفض واقول لها انا هروح لدكتورة. خلاص انا اطمنت، وانا عايزة اللي تولدني تبقى دكتورة. فبقيت اتحجج لها كده بأي حاجة، وهي ما كانش فارق معاها حاجة غير ان المهم ان البيبي يجي بألف سلامة. انما انا محدش بيفكر فيا. حتى لما حد بيسألني مالك بقيتي بتسرحي كتير كده ليه، ما بقيتش عارفة ارد ولا اقول لهم ايه. اصل هقول ايه؟ الخيبة بتاعتي ما تتحكيش. وانا النهاردة جيت لكم وحكيت لكم قصتي كلها من اولها لاخرها، وعايزاكوا انتوا تدلوني وتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. معقول ممكن يبقى في حل لمشكلتي؟ انا حاسة ان الدنيا كلها اتقفلت في وشي وخلاص مفيش حلول، لكن برضو ما يئستش وحكيت لكم،
وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس، بس ياريت من غير ما تجرحوا فيا، لأن محدش عاش ظروفي ولا عاش مكاني. علشان كده انصحوني ودلوني على حل قبل فوات الأوان.